السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة عزومتي عند حماتي. انا رحت لها بقى لقيتها غلت اللحمة. انا في العادي ما بغليهاش، احنا بنشيل الريم بتاعها. اكيد كلنا عارفين الريم بتاع اللحم. ما اللحمة بتكون جاية لسه طازة من عند الجزار. ما باكونش عايناها في الفريزر، لو عايناها في الفريزر بغليها وبرمي المية بتاعتها. لكن جايباها لسه طازة بشيل الريم بتاعها وبرميه. وقت ما شيلت الريم بتاعها بتبقى جميلة معاكي وزي الفل. فهي دلوقتي انا رحت لقيتها غليتها. رميت المية بتاعتها طبعا، واديتها شطفة كده سريعة وحطيتها على النار، على نار هادية، وحطيت معاها 3 فصوص حبهان، معاهم كام ورقة لورا، معلقة فلفل اسود. هشوحهم كويس مع البهارات. شوح اللحمة كويس في البهارات بتاعتها شوية. بعد كده هحط عليها طماطماية متقطعة مكعبات. بعدين هحط معاها بصلاية برضو مقطعاها مكعبات، واسيبها تتشوح مع الطماطماية والبصلاية والبهارات شوية. هغطي عليها وعلى نار هادية واسيبها شوية تتشوح مع الطماطم والبصل. في الوقت ده انا بغلي لها مية، بحطش للحمة مية باردة، انا بحط اللحمة مية مغلية. شوحها شوية، وبعد كده هجيب المية المغلية احطها عليها واسيبها لحد ما تستوي. هضيف لها الملح بتاعها. خليكم فاكرين ان احنا لسه ما حطيناش الملح للحم. بحط الملح للحمة لما اللحمة بتستوي او بتقرب على السوى. ده كده خلاص. تطلع البصلة، هغطي عليها واسيبها على نار هادية تتشوح شوية. كده خلاص، سيب اللحمة شوية ونحضر صينية البطاطس. حطيت شوية زيت معاهم بصلاية. البصلاية بتاعتي غسلة البطاطس مقطعاها ومجهزاها، احطها دلوقتي مع البصلة. احط للبطاطس ملح فلفل كمون، ملح فلفل كمون. نرجع للحمة بتاعتنا تاني قبل البطاطس ما نجهزها. حط للحمة المية بتاعتها، مية مغلية، اوعي تنسي، مية مغلية. وهسيبها بقى اللحمة لحد ما تستوي. انا كده خلاص هنسى بقى اللحمة دي خالص لحد ما تستوي. ارجع للبطاطس تاني. حطيت البطاطس، بعد كده هحط لها ملح فلفل اسود كمون، ملح فلفل اسود كمون بس. بعدين هفرم لها كام طماطمايه. لو بتحبي الطماطم بتاعتها كتير دي براحتك، انا بحب طماطم الخضار تبقى خفيفه، ما بحبش الصلصه الكتير. انا فرمت 3 حبات طماطم بس، وهضيفهم على البطاطس، وبرضه هغطي عليها واسيبها لحد ما تستوي. مش هعمل فيها اي حاجه خالص الا ما تستوي. وقبل ما تستوي بشويه كده هحط فيها لحمه وفراخ، واسيب برضه اللحمه والفراخ ياخدوا ريحه كده من البطاطس، والبطاطس تاخد منهم اي حاجه. هنا بغسل الرز بتاعي، هغسله وهنقعه. ما بولعش عليه على طول، انا بغسل الرز وبنقعه شويه. هعمله شويه شعريه واعمله رز بشعريه. انا عملت اللحمه، عملت البطاطس، حضر الرز. كانت حماتي عملت لوبيا، ما هتظهرش الا ساعه الغرف بس، لان انا رحت لقيتها عملتها ما لحقتش اصور. اجيب لكم اللوبيا وانا بغرفها. كل سنه وانتم طيبين. لو وصلتوا لحد هنا ولسه ما حطيتوش اللايك حطوا اللايك. لسه ما عملتش اشتراك اعمل اشتراك. كل سنه وانتم طيبين.
لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. قلبي الشعرية كويس لحد ما تلاقيها كلها لون واحد كده. دلوقتي انا هفضل معاها لحد اللحمة هنا عندي استوت. هحط لها الملح بتاعها. هنا حماتي كانت جايبة شبت وكزبرة، هغسلهم واخرطهم وانقعهم لها وبعدين اعينهم في الفريزر. جعل اللحمة احط لها الملح بتاعها. انا كده بشوفها استوت ولا لسه، بس هي ما شاء الله اهي استوت معايا خلاص. الف هنا على قلب اللي اكل منها. ضيف لها بقى الملح. يبقى كده تمام. قلبة واحدة بس كده بالملح بتاعها واطفي عليها. كده انا خلاص انا هطفي على اللحمة والبطاطس خلاص هطفي عليها. احنا كنا لسه بدري يا جماعة، ما كناش، ده ما كانش قبل المغرب بوقت. كان في جزر قعدنا قشرناه وخرطناه. حماتي هتخلله احلى مخلل دقته من حماتي بصراحة. مخلل بتاع حماتي تحفة. بحب المخلل بتاعها جدا. تسلم ايديها. كده انا اخدت الكمية اللي اتقشرت عشان اغسلها هنزل لكم الفيديو بتاع التخليل دوت لوحده. نزل لكم طريقتها في المخلل بالخلطة اللي هي بتحضرها ليه وكل حاجة هنزلها لكم ان شاء الله. نغسل الكمية بتاعتي دي. يا دوب هغسل كمية الجزر هيكون الفطار جهز خلاص وبغرفه. اوعوا تنسوا الاشتراك، لايك وكومنت حلو ليا. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يسعد قلوبكم يا رب. تعالوا بقى نشوف الفطار. هنا بخرطت فصين توم واحطهم للحمة دي، طشة للحمة. الشوربة بتبقى تحفة وبتخلي الشوربة طعمها جميل. طبعا انت بتيجي تغرفي بتصفي الشوربة، ما مش بيبقى فيها اي حاجة. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ربنا يسعد قلوبكم. متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. مع السلامة. كل سنة وانتم طيبين.